عايشة أنا وبنتي من ربنا قسمهن والحمد لله وراضية. بس يعني بعد ما الصحة راحت زي ما انت شايف كده انكسر عليا الإيجار. ومش بس الإيجار يا ابني، ده أنا استلفت منه الظالم المفتري مبلغ كده يعني أمشي بيه حالي لحد ما ربنا يفرجها علينا. تريه يا ابني حاطط عينه على بنتي، عايز ياخدها مني، مصمم إن هو ينزلها سوق النخاسة يبيعها ويتمنها قبل الدين اللي عليا. عايز يا ابني ياخد حتة من قلبي. بنتي هتروح مني يا ابني. ساعدني ربنا يخليك. هو المبلغ اللي مكسور عليكي قد ايه يا امي؟ 400 دينار يا ابني. طب بص يا امي، طب انا معيش كل المبلغ. اصل الصراحه يعني اخواتي قشطوني على الاخر. انا هديكي كل اللي معايا تمشي بيه حالك، وبكره ان شاء الله هدبر لك بقيه المبلغ. يسعدك. الله 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 الله، ايه اللي بيحصل ده؟ في ايه؟ أخيرا حد من الإنس عنده مروءة وإحسان. انت مين؟ ما تخافش يا جودر، أنا رتبة، رتبه؟ جنية من بنات الملك أبو مرة الأبيض. عذبت واحدة من الخدم بتوعي بالنار، فولت غضب ودعا عليا باللعنة، وحكم عليا أفضل بين الإنس صورة شحاتة دميمة، وما يزولش حكم اللعنة إلا إن قابلت حد يرفعها عني بطيبته ومرؤته. ومن حسن حظي قابلتك أنت يا جودر، رفعت عني صورة الشحاتة العجوزة. ايوه ايوه، يعني ايه؟ مش فاهم. يعني يبقى لك جميل في رقبتي يا جودر، أردهولك وقت الحاجة. ازاي؟ يعني يوم ما تحتاجني ناديني، قول يا رتبة يا خادمة العتبة، حلفتك براس أبوكي لا تطلعي سريرك ولا تتهني بنومك إلا إن حضرتي مكان مكون بحق سر الكاف والنون. هتلاقيني عندك وبرد لك الجميل